أحلى فول تعمليه في رمضان ومش هتشبعي منه خالص وقت السحور. تعالي معايا في الفيديو وأعرفك أنا عملته إزاي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا نص كيلو فول. طبعا أنا عامل ساعة السحور يعني حوالي 10 ساعات. معايا كوباية نص كوباية فول مدشوش، نص كوباية عدس، معايا حباية جزر مبشورة. تمام. بدأت أضيف كده نص معلقة كبيرة كركم، وضفت الجزر وضفت العدس والفول المدشوش. اوعي تحطي ليمون عشان المادة الحمضية متنفعش تتفاعل مع الألمونيوم في الفوالة وكده، وده غلط جدا يا جماعة. ممنوع تحطي مادة حمضية خالص مع الألمونيوم خالص، يعني ده بيتفاعل معاكي ومش مع الألمونيوم ومش كويس خالص ولا صحي. تمام. حابة تضيفي بقى حباية طماطم براحتك، بس خلاص الفول اهو على النار. شوفي شكله جميل ازاي، ولا بيسود معاكي ولا اي حاجه. ومهما حطيتيه في التلاجة او غاب معاكي حطيتيه في الفريزر، جربي معايا الوصفه ديت والطريقه ديت وهتعتمديها ان شاء الله في رمضان، هتبقى زي الفل. استنيت بس اما برد معايا شويه وبدات احطه في الكبه. انا بديله فرمه واحده بس، يعني علشان بس حبات الفول تختفي معايا. تمام. عشان لا تستعملي هراسة ولا حاجة. حسيت اللي هو تقيل شوية، ضيف نص كوباية مية سخنة وهو في الفوالة وقلبيه كويس وقوم حطاه في الكب. تمام كده. بدأت بقى هعبيه في اكياس اهو معايا زي الفل. والله يا جماعة الطريقة دي احلى من فول العربيات، وجربها ان شاء الله بطريقتي دي. وبصي مفيش في اي افتكاسات خالص، لا بحط بقى معلقة نشا زي ما بيحطوا ولا اي حاجة. الطريقة دي انا بعملها على طول وسهلة وسريعة. وإن شاء الله هتجربيها معاكي زي الفل. سواء يا جماعة الفول أو الطعمية حاولوا تعملوه في البيت، يعني طول شهر رمضان كده بالذات. والله جميل. أعمل لي حوالي 8 أكياس أهو. شوفي انت مثلا بتجيبي الكيس ده بكام؟ يعني الكيس ده دلوقتي يعمل له 10 جنيه المقدار ده. بدأت بقى أخد كيس كده وأجربه. هعمل بقى هجيب معايا توم مهروس. هحط بقى هحط معلقتين زيت كده، وده بديل الزيت الحار يا جماعة. وبعد ما التوم بيتحمر هضيف له بقى ربع كوباية خل. معايا البهارات، شطة، كمون، توم باودر، بصل باودر، وهبدأ احمره كده. وطبعا بضيف له ربع كوباية خل. طبعا الطريقة ديت هي بديل الزيت الحار. تمام. انت بعد ما بتتحمر كويس قوي بتصفيها بالمصفى، على اساس اللي انا مش عاوزه التوم يكون باين في الفول، لان في ناس طبعا بتتضايق من التوم وكده، فلازم بصفيه. تمام كده. بعد ما البهارات اتحمرت معايا كويس قوي مع التوم، الطريقه دي جميله جدا جدا وهتعجبك. وتودي الفول في طعم الفول في حته تانية خالص. والله والله العظيم انا بقيت عامله الفول ده كم مره في رمضان، يعني النهارده 13 رمضان. وناس طلبوا مني قالوا لي يا ام عمرو احنا ما شفناش تدميس الفول خالص، عاوزين نشوف طريقتك. قلت لهم حاضر. والله يا جماعه ما شاء الله على الطريقه دي. تعمل لك كميه حلوه قوي قوي، بتحطها معاكي في التلاجة او بتحتفظي بها في الفريزر عادي. سهله وسريعه. وطبعا انا كان عندي طحينه، طبعا انا كنت عاملاها في البيت، كنت عامله لكم فيديو قبل كده بالطريقه بتاعتها. وهبدا اضيف الطحينه عليها على الفول. وفي طريقة كام طريقة تانية يا جماعة هبقى اعملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. بس انا كنت مستعجلة بس عشان عارفين ان احنا في رمضان ومفيش وقت وكده. وهبدأ اضيف بقى على وش الطحينة شوية شطة او بابريكا عادي. الطريقة جميلة جدا جدا. وطبعا بقى خس وخضار براحتك خالص. والطريقة دي ان شاء الله هتعمليها بإذن الله وهتجربيها. مع السلامة في فيديو جديد ان شاء الله في مطبخ ام عمر.